السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. لو عندك كيكه باظت كده ما ترميهاش، احنا هنعمل بيها احلى كيكه وهنعيد تدويرها تاني وهتكون احلى من الاول كمان. وطبعا وبنتي جايه هي من المدرسه كده فجابت كيس كيك عشان تعمله بالشوكولاته، وحبت تجربه بنفسها. قلت لها ماشي جربيه، بس هي بتقول انا قريت المعلومات او المكونات او الطريقه على الكيس، فقالت هي بتعجنها بس بزبده وزيت وبيض بس. فطبعا دي مش صحيح، لازم هتحط عليها يا لبن يا ميه. بس طبعا هي ما عملتوش كده، فطبعا طلعت معانا الكيكه مش نافشه وهشه معانا، بس هي طبعا طريه وكل حاجه، بس مش هتنفع تكون القوام الكيك مظبوط. فقلنا هنعمل لها عمليه تدوير وهنزينها ونعمل حاجات كده نقدمها او نزينها بيها وتخليكي ايه تحبيها وتاكليها وتكون زي التورته معاكي. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا كده الأول معانا كده كزرولة أو حلة، وهنزل عليها بكوبايتين لبن ومعلقتين من الكاكاو وثلاث معالق من السكر ومعلقة لبن بودر، وهنزل عليها بمعلقتين نشا وهندوبهم مع البارد. بعد كده هنوديهم على البوتاجاز وهنقلبهم على السخن لحد ما القوام يكون مظبوط معانا وتقيل. طفينا عنه طبعا البوتاجاز أو النار وركناها معانا على جنب لسه على البوتاجاز طبق كده، وهننزل عليه بنص كوبايه كريم شانتيه ونص كوبايه ميه ساقعه، وهنبدا نخفقهم كده بالمضرب خفقه حلوه لحد ما يكون القوام معاكي مظبوط بالطريقه دي ويكون تقيل. جبنا بقى صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه على السخن او المهلبيه بالكاكاو حسب ما هتسموها، ونزلنا عليها بكيس فانيليا ومعلقه زبده، وهنقلبهم لحد ما يدوبوا، وهنركنهم معانا على جنب. ومعانا الكريم شانتيه جاهز، ومعانا كوبايه لبن او الحليب، وكل حاجه معانا جاهزه. هتفضلي ممكن تحطيها تغرفيها في اطباق صغيره او كوبايات حسب اللي انت بتفضليه، او طبق كبير حسب ما انت بتحبي وتفضلي. انا معايا صينيه صغيره كده وقالب معايا، هنزل عليهم بالكميه بالتساوي كده واحطهم لحد ايه ما يكون ناخد الكميه المطلوبه، وهننزل عليهم كده وهنفردهم معانا فرده حلوه لحد ايه ما يكونوا جاهزين. بعد كده بعد ما نسويهم ونفردهم معانا، هننزل كده معانا كوبايه اللبن او الحليب بس بدون سكر او بدون اي حاجه تانية، هيكونوا بس لبن بس، مش هيكون معانا حاجه تانية، لان طبعا هو كميه السكر معاه مظبوطه كده. كل حاجه معانا جاهزه كده، جهزناهم وفردناهم ويكونوا جاهزين معانا. هنزل عليهم طبعا بالكريمه اللي احنا مجهزينها بالمعلقه. هنزل الاول باللبن ورش كده رشه لبن لحد ايه ما يكون معانا طري كده، وما تكون ايه يبدا يطرى معايا ويكون القوام مظبوط والطعم يكون مظبوط معانا. انزل عليه باللبن بس هترش كده بالمعلقه على خفيف. وهنعمل برضو الصينيه التانية بنفس الطريقه، هنزل عليها برضو باللبن او الحليب زي ما طبعا في دول بتقول عليه الحليب، وهنبدا ايه ننزل بكميه اللبن وكده خلاص يكون جاهز معانا. هنزل واحدة هنزينها بالكريم شانتيه بس، وهنفرد عليها الكريم شانتيه كده ونسويها وتخليها متسوية كده لحد كده هتكون ايه ممكن تاكليها عادي وتستخدميها استخدام عادي. طبعا التزيين ده هيبقى يرجع ليك، عايزة تزينها بالطريقة اللي انت بتحبيها وعايزة تحطي عليها ايه طبعا حسب رغبتك. نزلنا طبعا في القالب كده بالكريم شانتيه وسويناه، وهنزل بعد كده بصوص الشوكولاته وهنسويه برده هنفرده على الصينيه، ويكون معانا كده الاتنين كده جاهزين معانا كده لحد كده هي ماشيه صح وماشيه سليمه، وكده تستخدمه ممكن تستخدميها عادي. اما التزيين فهيرجع عليكي واللي انت بتحبيه واللي تفضليه، قلنا هتعمليه زي ما انت بتحبي وتفضلي واللي الاولاد بيحبوه. انا جبت كده زينه بسيطه وخليت بنتي طبعا هي اللي عملته، فهي برده عادت عليه تاني. ومعنا كده شوكة ومعلقة حطيناهم كده خلف خلاف زي الفي كده او الزائد او الاكس طبعا زي ما انتم بتسموها. بشرنا شوكولاتة ناعم وهنرش كده على الوش كده ويكون ايه جاهزين معانا، واسوي الشوكولاتة على الوش ويكون ايه متساوية معانا. بعد كده هنشيل الشوكة والشوكة والمعلقة وهنقلهم طبعا على اللي بالكاكاو، وهيكونوا برضو نعمل نفس الرسمة بس هتكون مختلفة كده معانا. بعد كده هيكون نسويها طبعا احنا استخدمنا كميه من الكريمه، هنزينها بروزيتات بالروزيتات كده بالكريم شانتيه وهنزينها. طبعا عايزه تنزلي عليها برضو بفاكهه او اي حاجه تانية، طبعا احنا طبعا هنزل عليها بشوكولاته شيبس وهنزين بيها كده كميه، ونص الكميه برضو هنسيبها بدون كده ساده. كده معانا واحده زيناها بالطريقه دي. الصينية التانية وهنعمل برضو معانا الشوكة وزن المعلقة، وهنزل عليها بالسكر البودر وهنرش على الوش كده ونسويه لحد برضو نفس الرسمة بس هتختلف. بعد كده هنزل بالروزيتات ونزينها برضو بعد الطريقة ديت،
وهتكون كده كده معانا كل حاجة جاهزة، وهتقدميها طبعا للأولاد بالهنا والشفا. هتدخليها التلاجة لمدة نص ساعة ساعة، طبعا هو جو ساعة يعني مش محتاج يعني حاجات كتيرة. هتقدميها للأولاد، وحاجة يعني بدل ما كنت هترميها عملنا بقى حاجة وحاجات حلوة جدا. هنقول بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي كل، وبالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي جربها إن شاء الله ويدوها ويقول لنا رأيه فيها إيه. هنقول طريقة سهلة وبسيطة، ونعمل إعادة تدوير. هنقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. وحاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب باسم يوميات نونا في المطبخ. ونقول انتهى الفيديو ومع السلامة، باي باي.